انا احكي لنا كده محتاجه. اول خطوه بدات فيها في مشوارك الفني. والله انا بدات خالص. انا علاقتي بالغنى مثلا هنقول نبدا هنتكلم في احتراف شويه من بدايه الجامعه. بالظبط في وانا في سنه تانية. كنت في الاول في كليه تجاره جامعه بنها، وبعد كده حولت لعين شمس. بس بقى من ساعتها بقى كورالات الكليه لحد ما انت كنت في خلصنا. تجاره في الاول؟ تجاره عين شمس لا انا اصلا كليه تجاره من بنها، وحولت بعد كده لان طبعا بنها بعيد عني، ده ليه اختلاف ايوه بقى ايوه. القصه بقى بتاعت التنسيق قصه والكلام ده. حزينه. فرحنا بقى لحد ما جينا عين شمس، وواحده واحده فرق الكورال الموجوده هناك بتاع كليه التجاره، واحده واحده طلعنا بقينا شغل بره بندات وهكذا لحد في الساقية، حفلات ساقية لحد دلوقتي يعني لسه برضو في البدايه يعني. 7 سنين دول عملت بقى دخلت فيهم في ايه بالظبط؟ احنا في كنا بدات في اول حاجه في الكورال بتاع كليه التجاره، طبعا منتخب الجامعه بقى الحاجات اللي موجوده. بعد كده خرجنا شويه، كنا بادئين كنت بدات مع باند روح الشرق. في الاول خالص البدايات، بعد كده حصل بقى المشكله بتاعت الجيش والتخرج، خرجت فبعدت عنهم حبه. جيت بعد كده رحت باند حركه نغم. تعالى كلمني يلا نعمل انا شفت ليك حفلات حلوه في ساقية الصاوي على فكره، وانا شفت فيديو. اتمنى تكون الحاجات عجبتكم يعني. بدات في الموضوع ده امتى بقى؟ يعني دخلت ساقية الصاوي امتى؟ طيب انا دخلت، احنا ممكن اجيب لك الموضوع من الاول. احنا عملنا حفله واحده قبل ساقية الصاوي، كانت في الرابع الثقافي. بدأنا، كانت أول حفلة لينا. طبعا الساقية عشان تروح هناك لازم يبقى فيه CV معين ليك. ايوه بس بتدخل الCV بتاعك عشان يعرفوا أنت موجود فين، أنت بتقدم إيه، الكلام ده كله. فقدمنا، ده كان يعتبر الCV بتاعنا، قدمنا. فتقريبا أول حفلة ليا كانت كمان أغنية بلاش الملاهي بتاعت خالد سليم، كانت من 4 سنين على قاعة النهر بالظبط. ده كان أول تراك بس. وبعد كده بقى موجود في الباند، وعملت مثلا حوالي ممكن نتكلم في 10 حفلات مثلا، تقريبا بنتكلم في 15 تراك او ازيد شويه كمان اتغنوا في الساقية. غير بقى الشغل اللي موجود بره بقى، الحاجات الكافيهات مثلا او برضه. ايه اصعب خطوه طيب عدت عليك في الفتره دي؟ هو اصعب فتره كانت في حياتي، فلان ما خدتش فرصه، بس هي كانت اصعب فتره واحسن فتره. اصعب فتره لان هي الفتره بتاعت الكليه ما خدتش فيها فرصه حقيقيه بشكل كبير، بس اتعلمت فيها لان بسم الله ما شاء الله الناس اللي كانوا موجودين هناك ناس كويسين جدا. فانت اتعلمت واشتغلت على نفسك عشان تاخد المعلومه من الناس، لان في ناس ما بتحبش تدي المعلومه بسهوله يعني في الغنى بالذات يعني. مفيش حد بيساعد بسرعه يعني. فانت اجتهدت على نفسك، فالحمد لله لما خرجت تبص على البندات اللي موجوده بره والناس اللي بتغني، فانت لقيت نفسك فارق سيكا عنهم، عن المطربين الموجودين في البندات يعني. بس انت اكتشفت ان صوتك حلو بس وانت في الجامعه يعني؟ انت لا قبل كده. وهقول لك على حاجه، انا زمان خالص بقى كنت لما باجي اغني، انا كنت طول عمري بعرف اغني، بس الفكره كلها باجي اقول لا بعرف اغني بس مش زي الناس اللي في التلفزيون. مش متدرب على بالظبط، كانت في حاجات كتير اكيد ناقصه. وكانت اول حاجه خالص كانت في اغنيه لحماده هلال اسمها انشوده، اسمها محمد دبينا زمان. أيوة. قوي كانت اول ما طلعت تقريبا، دي اول حاجه كنت غنيتها. دي اول اغنيه غنيتها مع نفسي. لا مع نفسي. مع نفسك. انا بدايتي ان انا اقف على مسرح كانت في طب ايه اول اغنيه بقى غنيتها في اول حفله ليك؟ سولو. هو بلاش الملامه. بلاش الملامه بتاعت خالد سليم. لو رجعنا قبلها شويه كانت شوانا اكتر، شوانا في الرابع. بس اللي هي مسكت معايا او فضلت معايا بشكل كويس يعني. في ناس بتحب تسمعها مني، بلاش الملامه خالد سليم.